السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير، طمنونا عليكم. النهاردة بس مش هنتكلم عن موضوع، احنا هنسأل سؤال وهنجاوب على قد معرفتنا، هنجاوب على قد اللي احنا فاهمينه. يعني هو ليه الحما بتفضل واحدة عن واحدة؟ يعني احنا كل حكاياتنا وكل كلامنا وكل الرسائل اللي بتجيلنا وكل المواضيع عبارة عن حماتي بتعمل معايا يعني حماتي بتعمل معايا كذا وكذا، وحماتي بتفضل عني. طيب لما كله بيبعت لما كله بيبعت حماتي بتفضل ده عني ودي عني، الكلام ده كله ايه اللي بيحصل ان هي تفضل واحدة على واحدة؟ بصوا يا جماعة، اولا ان تبقى في واحدة مطيعة جدا جدا جدا، اللي هي احنا بنسميها واخداها تحت باطها، بتضحك عليها بكلمتين، بتجيب لها حاجة حلوة او بتعمل لها حاجتها، يعني ايا كان. واللي هي الاخت اللي هي مرفوضة من موضوع الحما او مغضوب عليها، يعني الاخت ديت مقصرة في حاجة. مش هنتكلم على الحاجة دي بالتفصيل، بس يعني مقصرة ان هي ما بتسألش عليها، ما بتقعدش معاها، ما بتجيبلاش طلباتها، ما بتراعيش بناتها، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. بس احنا خلينا بس في سؤال الحلقة نفسه. الموضوع عبارة عن ايه؟ الموضوع زي ما قلت لكم عبارة عن واحدة بتراضيها بطريقة ما، او واحدة قديمة جدا متجوزة من بدري وبتقول كفاية عليا كده، الجديدة تعمل. او واحدة على نقاوتها، هي اللي منقياها وبنت صاحبتها وبنت حبيبتها ولها معزة هي وأهلها عند حماتها، فبتفضلها عن الباقيين. مش هنقدر ننكر ونقول إن فعلا في بنات بتبقى شايلة البيت ومش مشكورة، ده حقيقي. بس زي ما قلت، هي مش مشكورة مش علشان خاطر هي وحشة، مش مشكورة عشان هي مقصرة في بعض النقط اللي هي نقدر نقول الدحلبة. ايوه، هي الدحلبة زي ما احنا قلنا تتدحلب عليها. وبعدين انا هقول لكم على حاجة، يعني الحما لو حبت البنت خلاص، عارفين لو بتشتم فيها في الراحة والجاية، لو بتتشنك عليها خلاص حبتها. ولو قفلت من ناحيتها عليا النعمة، لو البنت دي ملاك، خلاص الحما قفلت من ناحيتها وبناتها قفلوا من ناحيتها. بس انا هقول لكم على حاجة جميلة انا شفتها بعيني. الواحدة ممكن تصاحب حماتها، انت رايحة فين؟ يلا نروح سوا. جاية منين؟ نعمل سوا. هتجيبي ايه؟ نجيب سوا. ودي ايه؟ نودي سوا. تصاحبها، تبقى صاحبتها الانتيم، رايحة جاية معاها. نبي لو ما عملتش لقمة ولا اديتها حاجة، ويلفوا مع بعض ورايحين مع بعض وجايين مع بعض، خلاص كده هي بقت حبيبتها، وبقت منها وعليها، خلاص خلاص تمام. فيا جماعة حاولوا كل واحدة تشوف بقى حماتها ايه بقى الطريقة بتاعتها اللي تظبط معاها، وتبتدي بقى تظبط دنيتها. يعني وآخر كلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.